بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم طلبتنا مره تانية. المره دي هنبدا نحل مجموعه من الاسئله الهامه جدا عن الوحده الثانيه، تحديدا الفصل الاول اللي هو وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعدها من الفتوحات الاسلاميه. سؤال بيقول، طبعا حضرتك لازم تكون حضرت معايا الفيديو الخاص بهذا الفصل الاول قبل ما تيجي تحل هذا الدرس. السؤال بيقول من خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، من الخطبة قال إيه؟ إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. يتضح من تحليلك لمضمون العبارة السابقة أنها ترسخ مبدأ طاعة ولي الأمر. يا راجل، طاعة ولي الأمر إيه؟ بيقول لك وإن أسأت فقوموني، يبقى مش دي. طب يمكن الفصل بين السلطات، يعني كل سلطة ليها شغلانة؟ لا، ده بقول لهم انتوا معايا، انا مش لوحدي، انا مش رئيس لوحدي، انتوا معايا. لا برضه. طب الجهاد في سبيل الله، انا ما شفتش حرب ويلا يا جماعة ندبهم، ما حصلش. يبقى الإجابة هتبقى الأمة مصدر السلطات، بدليل الراجل قال لك إيه؟ وإن أسأت فقوموني، يعني يا شعب انتوا معايا. السؤال اللي بعده بيقول يعد تراجع الأنصار في اجتماع سقيفة بني ساعدة عن اختيار خليفة منهم ومبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة دليلا على، طبعا حضراتكم فاكرين ادينا بنشرح احنا بنحل، ان القصة بدأت في سقيفة بني ساعدة. الأنصار اختاروا زعيم الخزرج وهو سعد ابن عبادة انه يبقى الراجل ده الخليفة بتاعهم. جه المهاجرين بقيادة عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق قالوا ما ينفعش يا جماعة، أين مبدأ الشورى؟ لازم يبقى بالاتفاق. ومن هنا اتفقوا على أبو بكر الصديق سواء أنصار ومهاجرين، فكانت البيعة الخاصة في سقيفة بني ساعدة، يعني الاتفاق كان هنا. ثم لما راحوا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو مسجد المدينة المنورة، اجتمع المسلمين كلهم على اختيار أبي بكر الصديق، فدي كانت البيعة العامة لأبي بكر. السؤال هنا بيقول تراجع الأنصار في اجتماع سقيفة بني ساعدة عن اختيار خليفة منهم اللي هو سعد بن عبادة، قالوا لا خلاص مش هو، ومبايعة أبي بكر الصديق للخلافة، ده دليل على إيه؟ الكلام ده دليل على إيه؟ دليل على قلة الخبرة السياسية عند الأنصار؟ لا طبعا. تغليب المصلحة العامة للمسلمين، أن المهاجرين كانوا الأغلبية، تواضع الأنصار وقوة المهاجرين. لا، الحقيقة تغليب المصلحة العامة للمسلمين. ليه؟ لأن ده تأكيد لمبدأ الشورى، الاتفاق، الغالبية العظمى تتفق. وده مبدأ كان بيرسخه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كده، ان مفيش رأي هاخده لوحدي، انما الرأي بالغالبية العظمى للناس الموجودة. طيب نشوف سؤال آخر. غرس الرسول صلى الله عليه وسلم، غرس رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوس المسلمين الفاتحين أنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. بذلك حقق الفاتحين مبدأ الترحم، الشورى، التكافل، المواطنة. طبعا الإجابة المواطنة. ليه؟ لأننا كلنا سواسية، كلنا زي بعض، كلنا زي أسنان المشط، كلنا حاجة واحدة قصاد الإسلام. أنا عربي، أنا أوروبي، أنا إفريقي، أنا كلنا يا جماعة أمام القانون شيء واحد، الكل يحاسب. الوزير زي الغفير، الكل واحد. وكده أكد على مبدأ المواطنة، أن كلنا مواطنين متساوون أمام القانون وأمام الدين. السؤال اللي بعده بيقول، طبعا الكلام ده ما كانش بيحصل في الروم والفرس، ادعاء المعرفة أشد خطرا من الجهل. هنا في خطأ مطبعي مالكش دعوة بيه، فالغي لي السؤال ده معلش. طيب السؤال اللي بعده بيقول بالرغم من اختلاف وجهات النظر بين أبي بكر الصديق وبعض الصحابة، طبعا بعض الصحابة ده كان عمر ابن الخطاب هو اللي قال له احنا نخلي المرتدين نديهم فرصة لكي يعود الإيمان إلى قلوبهم. أبو بكر الصديق قال ما ياكلش معايا الناس دي، هنزل أكسر دماغتهم. قال لك بالرغم من اختلاف وجهات النظر بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبعض الصحابة في كيفية مواجهة المرتدين، إلا أنهما اتفقا فيه. يعني في الآخر عمر بن الخطاب وفريقه اللي بيقولوا بلاش، وأبو بكر الصديق وفريقه لا لازم نحارب، في النهاية الاثنين اتفقوا على الرغبة في تحقيق الزعامة السياسية،
الحفاظ على استقرار الدولة الإسلامية، الحفاظ على موارد الدولة الاقتصادية، الرغبة في استمرار الفتوحات الإسلامية. الحقيقة الرغبة في استمرار الفتوحات لا. ليه؟ لأن يا جماعة الكلام ده كله جوه شبه الجزيرة العربية، ما خرجوش لسه. تمام. طب الحفاظ على موارد الدولة الاقتصادية يا جماعة ولا تجارة، ولا كانت المشكلة بالنسبة لنا ان في حد من بره بيهاجم تجارتنا، المشكلة بيننا فينا، ها، منا فينا. يبقى الموضوع اقتصادي وبتاع وتجاري مش موجود. يبقى قدامي يا اما الرغبة في تحقيق الزعامة السياسية ولا الحفاظ على استقرار الدولة الإسلامية. طبعا الإجابة على الفور الحفاظ على استقرار الدولة الإسلامية، لأن احنا قلنا إن من أهم النتائج التي عادت علينا من انتصار المسلمين في حروب الردة بقيادة أبو بكر الصديق، ها، ومعاه قائده المميز خالد بن الوليد، أهم ميزة توحيد الدولة الإسلامية، وبالتالي الحفاظ على استقرار الدولة الإسلامية وعدم تفككها. السؤال التالي اللي بعده سؤال 11 بيقول: أي من المناطق الآتية خلت من الردة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني إيه المناطق اللي ما كانش فيها ردة عن الدين؟ هل هي الحجاز؟ طبعا مدن الحجاز حضراتكم فاكرين مكة والطائف ويثرب، وقلت لك قبل كده ان الثلاثة دول كانوا الاستثناء الوحيد ما دخلش فيهم الردة. يبقى الإجابة هتبقى الحجاز، مش اليمن، مش سواحل الخليج، مش الشام، مش. طيب السؤال اللي بعد كده سؤال 12: ارتدت بعض القبائل عن الإسلام لكيد القوى الخارجية. يؤكد مضمون العبارة السابقة أن ارتداد هذه القبائل عن الإسلام كان له أسباب اقتصادية، اجتماعية، سياسية، قومية. ارتدت بعض القبائل عن الإسلام لكيد القوى. يعني إيه يا جماعة لكيد القوى الخارجية؟ مش احنا قلنا إن من أسباب الردة تحريض القوى الخارجية ضد الإسلام؟ مش في قوى خارجية زي الروم والفرس والمنافقين واليهود اللي كانوا بيستغلوا أي فرصة فيها انقسام أو فتنة أو وفاة الرسول، ودي كانت أفضل فرصة بالنسبة لهم إن احنا نزق الفتنة والمشاكل عند المسلمين ويحصل انقسامات. مش ده اللي حصل؟ فهنا الراجل بيقول لك ارتدت بعض القبائل عن الإسلام. السبب ارتدوا ليه؟ بسبب القوة الخارجية وتحريضها. كيد يعني تحريض. طب يؤكد مضمون العبارة السابقة أن ارتداد هذه القبائل عن الإسلام جه بسبب إيه؟ أسباب اقتصادية؟ أكيد لا. طيب أسباب اجتماعية ولا سياسية ولا قومية؟ السبب هنا إيه؟ الحقيقة السبب هنا سياسي. ليه؟ لأن أنا هدفي أن أنا أفك الدولة الإسلامية دي. أنا كقوة خارجية محرضة، القوة الإسلامية بتبدأ تظهر، فسياسيا على الأرض هتبقى أقوى مني من جيوش ودين وأفكار، وهتسيطر على العالم كله، وده مش لمصلحتي أنا كقوة خارجية، سواء كنت منافقين أو يهود داخل البلاد أو خارج البلاد، حتى زي الروم والفرس والغساسنة والحيرة، الناس اللي كانت تابعة للروم والفرس. فالموضوع الكيد قوة خارجية يتبع الناحية السياسية. في سؤال قدام حضراتكم رقم 13 هنلاقي يقول لك ايه: نستنتج من تحليل الخريطة اللي قدام حضراتكم المقابلة أن القائد الذي كان له النصيب الأكبر في محاربة المرتدين عكرمة ابن أبي جهل. حد شاف يا جماعة في المرتدين عكرمة ده؟ لا. طيب شرحبيل بن حسنة، يا راجل ده الراجل ده كان ضد المسلمين وكان بيقتل الناس اللي عندنا؟ لا برضه. طب المهاجر ابن ابي اميه، ما الراجل ده ما ذكرش اساسا. طب يمكن وي من غير خريطه يا معلم، هو خالد بن الوليد. هو كان في غيره يا اخوانا؟ سيف الله المسلول الذي كان يستبشر به ابو بكر الصديق وتآلفت القلوب عليه من المسلمين. لا، مش هو كان رئيس القادة كلهم ورئيس ال11 لواء بتوع الجيش؟ هو القائد العام للجيوش. طيب عندي كمان حلوة قوي حكاية الأسئلة دي يا شباب، واحنا بنحل بنشرح، فمفيش شك ان الأسئلة في منتهى الأهمية لا يطال. فالطالب اللي بيذاكر من غير ما يحل الحقيقة ما عملش حاجة. سؤال 14 بيقول: جاء إصرار أبي بكر الصديق على محاربة المرتدين من أجل تحقيق أهداف سياسية، اقتصادية، عسكرية، توسعية. برضه سياسية. ليه؟ لتوحيد الدولة الإسلامية، عشان ما نتفككش. بدليل كان من النتائج الإيجابية اللي حصلنا عليها بعد انتصار المسلمين في حروب الردة
توحيد الجيوش وتوحيد الدولة الإسلامية، وده مكنها انها تعرف تدير معارك كبرى زي الفرس والروم. بعد كده يديها القدرة انها تنشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية. حاجات حلوة قوي يا جماعة. طيب هي جانب سياسي، لأن توسعي احنا كنا جوه شبه الجزيرة العربية فمش محتاجين. عسكري كنا لسه بنلم الشمل. طيب هنيجي لسؤال 15 بيقول أكدت أحداث اجتماع سقيفة بني ساعدة على نجاح سياسة الرسول في بناء قوة عسكرية موحدة، ولا تحقيق التكافل الاجتماعي، ولا نبذ هنا يعني طرد، أو ممكن تقولها رفض، يعني نبذ يعني رفض طرد العصبية القبلية، ولا ضرورة الوفاء بالعهد. طبعا احنا قلنا هتبقى الإجابة زي ما حضراتكم شايفين هي نبذ العصبية القبلية. لأن العصبية القبلية هي إيه؟ إن القائد والزعيم يبقى من عندنا. ودي بدأت الأول لما في سقيفة بني ساعدة الأنصار اختاروا سعد ابن عبادة بما إنه رئيس الخزرج وزعيمهم يبقى هو القائد بقى والخليفة. ده ما حصلش، لانه لما اجتمع الانصار والمهاجرين اختار ابو بكر بالغالبيه، فكده نبذ العنصريه، نبذ العصبيه والعصبيه القبليه اللي هي فكره يبقى الرئيس من عندنا احنا كقبيله مش من اي قبيله تانية. خلاص القصه دي انتهت. طيب فالحقيقه احداث سقيفه بني ساعده هي دليل على طرد او نبذ العصبيه القبليه. تمثلت في سؤال رقم 16 تمثلت اولى التحديات التي واجهها المسلمون، اهم تحدي واجهه المسلمين بعد وفاة الرسول، انتشار واتساع حركة الردة، ولا اختيار حاكم للدولة الإسلامية، ولا نشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية، ولا مواجهة خطر الروم؟ الحقيقة مواجهة خطر الروم والفرس دي ما كانتش موجودة، لأن المشكلة كلها عندي داخل شبه الجزيرة العربية. يبقى أولى التحديات التي واجهت المسلمون بعد وفاة الرسول، أول تحدي إيه؟ طبعا واحد يقول لي إيه؟ انتشار حركة الردة. لا، أول تحدي هو اختيار حاكم للدولة الإسلامية. لأن لو ما قدروش يختاروا، تخيلوا كده معايا يا جماعة، لو الأنصار قالوا خلاص احنا اخترنا سعد بن عبادة، المهاجرين قال لك احنا عاوزين أبو بكر، يحصل ايه؟ هيضربوا ببعض. فكان أكبر تحدي نبذ العصبية القبلية، وإن يبقى الأمر شورى بيننا. ودي كانت بداية أولى التحديات بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش حروب الردة. وخد بالك من النقطة دي. السؤال اللي بعده سؤال رقم 17 بيقول عدم وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالخلافة من بعده يعني يعد إرساء لمبدأ. قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم، نلاحظ انه قبل ما يتوفى الرسول صلى الله عليه وسلم ما حبش انه يختار خليفة من بعده، هو اللي اختاره. طب ليه عمل كده؟ قال لك ده اقرار لمبدأ العدل، المساواة، الشورى، المسؤولية. طبعا الشورى ليه؟ الشورى بمعنى الانتخاب بالغالبية، الانتخاب بالغالبية، لان دي اساس نجاح اي دولة ديمقراطية. لكن لو هو كان اختار كان ممكن يحصل انقسامات وحروب وخناقات، لكن احنا هنتفق هنختار مين كلنا على بعضنا كده. طيب السؤال اللي بعده 18 بيقول لك حرص المسلمون على الاجتماع في سقيفة بني ساعدة في نفس يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من، ليه على طول المسلمين سواء أنصار أو مهاجرين جريوا بسرعة في سقيفة بني ساعدة اللي هو القاعة دي اجتمعوا فيها على طول بعد وفاة الرسول؟ ليه عملوا كده؟ هل لاندلاع الحرب بين الأوس والخزرج؟ إذا كان الأوس والخزرج كانوا مع بعض؟ لا طبعا. طيب يمكن تحالف المنافقين والمشركين ضدنا؟ برضو لا، ما كانش في حاجة ظاهرة. طب عملوا ده ان هم جروا في سقيفة بني سعيد عشان يختاروا خليفة بينهم بالاتفاق. ليه؟ عشان يحصلش ايه؟ قال لك في نفس يوم وفاة الرسول خوفا من الفتنة بين المهاجرين والانصار، عشان ما يحصلش فتنة بين المهاجرين والانصار وبالتالي انهيار الدولة وانقساماتها. طب السؤال اللي بعد كده سؤال رقم 19
الراجل بيقول اتفق الأنصار في سقيفة بني ساعدة على اختيار سعد ابن عبادة ليكون خليفة للرسول. ده في سؤال رقم 19. اتفق الأنصار في سقيفة بني ساعدة على اختيار سعد ابن عبادة ليكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه اتفق الأنصار في سقيفة بني ساعدة على اختيار سعد ابن عبادة ليكون خليفة للرسول؟ ليه اختاروا سعد بن عبادة يكون خليفة للرسول؟ ليه الأنصار اختاروه؟ بسبب مكانته الاجتماعية بالمدينة، ولا درجة قرابته من النبي وما كانش قريب من النبي أصلا ملوش علاقة بيه؟ أسبقياته في دخول الإسلام؟ لا برضه، ده أبو بكر وكان أول واحد. معرفته بالسياسة الخارجية؟ برضه لا. يبقى الإجابة مكانته الاجتماعية بالمدينة. الله. ليه؟ لأنه ما أنا قلت لك كان زعيم الخزرج فاختاروا لمكانته. يعني الأنصار اختاروا الراجل ده لمكانته الاجتماعية بالمدينة بأنه رئيس وزعيم الخزرج، فناخده هو الخليفة. لا لا لا، ليه؟ لا ليه؟ نختاره هو الزعيم، هو الكبير لمكانته الاجتماعية بالمدينة. السؤال اللي بعده رقم 20 بيقول: من خلال تحليلك لمعطيات الخريطة اللي قدام حضرتك المقابلة نستنتج أن إرسال أبي بكر الصديق رضي الله عنه عدة جيوش لحرب المرتدين، يعني من الخريطة ومن اللي درسناه، ليه سيدنا أبو بكر الصديق أرسل 11 جيش لحروب المرتدين؟ ليه يعني اتنفض كده وهاجم المرتدين بقوة؟ ليه؟ قال لك هل ده يرجع انه بسبب خطورة واتساع حركة الردة، ولا الرغبة في نشر الإسلام في كل شبه الجزيرة العربية، ولا القلق من وصول حركة الردة إلى المدينة، ولا اتفاق رأي الصحابة على حرب المرتدين؟ هما ما اتفقوش في الأول، بدليل عمر بن الخطاب ومجموعته قال نسيبهم وهم بعد كده هيرجع الدين ليهم، يبقى ما فيش اتفاق. هما بعد كده اتفقوا. القلق وصول حركة الردة للمدينة، لا ما كانش فيه مشكلة بالمسألة دي. طب الرغبة في نشر الإسلام في كل شبه الجزيرة العربية، ما هي منتشرة أصلا، يبقى برضو لا. يبقى خطورة واتساع حركة الردة، أيوة هي دي، لأن حركة الردة كانت خطيرة وممكن تتسع وتعمل انقسامات، وده كان السبب الرئيسي اللي خلى أبي بكر الصديق صاحب قرار حاسم في حرب المرتدين. السؤال اللي بعد كده سؤال 21. تعددت أدوار المسجد النبوي، تعددت أدوار المسجد النبوي بالمدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفاء من بعد اللي هو أبي بكر الصديق وغيره. يتضح من تحليل مضمون العبارة السابقة أن البيعة العامة اللي هم لما اختاروا سيدنا أبي بكر الصديق خليفة للمسلمين بغالبية المسلمين أنصار مهاجرين، اختاروه في المسجد. من تحليل مضمون العبارة السابقة أن البيعة العامة لأبي بكر الصديق تؤكد على استمرار أحد أدوار المسجد في كونه ملتقى لتحقيق الوحدة والألفة، ولا مأوى للصحابة من المهاجرين، ولا مركز لإدارة شؤون الدولة، ولا مدرسة للتفقه في أمور دي؟ مدرسة يعني المسجد في اللحظة بتاعت سيدنا أبي بكر، خد بالك، هل المسجد في اللحظة اللي أنا اخترت فيها سيدنا أبي بكر خليفة، هل اللحظة دي اللي اخترت فيه خليفة لكل المسلمين ده كان المسجد في اللحظة دي كان هو نوع من التفقيه في أمور الدين؟ لا طبعا، لا لا لا. طب كان اللحظة دي بتاعت اختيار أبو بكر خليفة ده كان معنى كده مأوى للصحابة من المهاجرين؟ برضو لا. طيب ملتقى لتحقيق الوحدة والألفة، ولا مركز لإدارة شؤون؟ طبعا يا جماعة مركز لإدارة شؤون الدولة، ده أنا بختار الخليفة الراجل اللي هيجي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى مركز لإدارة شؤون الدولة. في سؤال رقم 22 بيقول: تتوقع أن أحد العوامل الرئيسية في امتناع البعض عن دفع الزكاة، رغم استمرار إسلامهم، ده تنافس على الزعامة بين القبائل العربية، ولا كيد أي تحريض القوى الخارجية للإسلام، ولا الارتباط برسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس الدولة، ولا قلة المؤن والموارد لدى القبائل؟ طبعا الإجابة هتبقى الارتباط برسول الله صلى الله عليه وسلم كرأس دولة. الله، ليه؟ مش احنا قلنا يا شباب ان كان المرتدين نوعين، نوع ادعى النبوة وخرج عن الدين وقال لك الدين يبقى عندنا احنا في قبيلتنا، انت كان رغبة في الزعامة يعني. بس في نوع تاني قال لك انه الدين انه
احنا مرتدين، بس احنا هنبقى مرتدين شيك. يعني ايه؟ يعني احنا هنبقى مسلمين دون ان ندفع الجزيه، اللي هم مين؟ يبقى هو احد العوامل الرئيسيه في امتناع البعض عن دفع الزكاه. ليه مش عاوز قال لك المسلمين دون دفع زكاه. ليه؟ قال لك الرسول مات وتوفى صلى الله عليه وسلم، ندفع زكاه ليه؟ يبقى هنا الاجابه الارتباط بالرسول صلى الله عليه وسلم على راس الدوله. قال لك طالما توفى خلاص هنبقى مسلمين بس مش هندفع الزكاه، فهو راس الدوله. دي اجابتنا واضحه جدا اعتقد. سؤال 23. 23 بيقول تولد عن اجتماع السقيفه بدايه ظهور نظام جديد للدوله الاسلاميه في المجال السياسي طبعا، لانه مبدا الشورى، الانتخاب بالغالبيه. طيب اخترنا ابو بكر الصديق. السؤال 24 بيقول لك حافظت الفتوحات الاسلاميه على موارد الشعوب. الفتوحات الاسلاميه حافظت على موارد الشعوب. انا هدفي نشر الاسلام بس، اللي عاوز يسلم يسلم، مش هتسلم يبقى الجزيه اما الحرب. لكن انت ليك مطلق الحريه انك تسلم او لا تسلم. لكن الاحتلال كان هدفه نهب الشعوب، فلذا قال لك حافظت الفتوحات الاسلاميه على موارد الشعوب. يستدل على صدق العباره السابقه من احدى وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم للفاتحين، هي لا تغيروا عليهم ليلا، يعني ما تحاربوش بالليل عشان تخوفوش الستات والشيوخ والاطفال. هو بيقول لك حافظت على موارد الشعوب. فين الموارد؟ يبقى دي لا تهدموا بيتا او معبدا، دي مش موارد. لا تقربوا رهبانا تفرغوا العباد، لا تحرقوا زرعا ولا تقطعوا. الله، هو ده مش مورد اقتصادي؟ انت بتتكلم في الاكل، النخل والزرع والبتاع اللي بياكلوا منه. يبقى اذا مورد، يبقى لا تحرقوا زرعا ولا تقطعوا نخلا. في سؤالنا رقم 25 بيقول أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أربح عليه حق، يعني أعيد إليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى أخذ الحق منه إلى آخره. الكلام اللطيف ده اللي قاله سيدنا أبو بكر في الخطبة العصماء اللي قالها في مسجد النبي بعد تولي الخلافة، انت شايفها في مجملها بتقوم على النصح والإرشاد ولا تنفيذ القانون ولا إطاعة أوامر الحاكم ولا الالتزام بالدستور؟ الحقيقة هي نصح وإرشاد. هو بينصحهم الصدق أمانة يا جماعة، الكذب خيانة يا أخوانا. يا جماعة إن أحسنت أعينوني ساعدوني، وإن أسأت قوموني رجعوني للصح. يبقى ده نصح وإرشاد. سؤال رقم 26. السؤال بيقول تحققت وحدة القبائل العربية تحت راية الإسلام للمرة الثانية بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا مبايعة أبو بكر الصديق بالخلافة، ولا انتصار المسلمين في حروب الردة، ولا طبعا انتصار المسلمين في حروب الردة. لأن احنا قلنا من مكاسب والنتائج الإيجابية لحروب الردة يا إخوانا، أول حاجة توحيد القوى الإسلامية وتوحيد الدولة الإسلامية. يبقى انتصار المسلمين في حروب الردة ده ساعد على وحدة القبائل العربية، ودي كانت أول نقطة فايدة من النتائج الإيجابية نتيجة حروب الردة وانتصار المسلمين فيها. سؤال رقم 27 بيقول سؤال 27 بيقول حقق المسلمون الهدف الرئيسي من محاربة المرتدين، وهو إعادة التوازن الموقف الإسلامي، انطلاق الجيوش لنشر الإسلام، توسيع حدود الدولة، الاشتراك في معارك كبيرة. طبعا هتبقى الإجابة إعادة التوازن للموقف الإسلامي، لأنه حصل خلل بسبب الردة، فلما انتصروا يعيد التوازن مرة أخرى. السؤال رقم